الفيديو ده قد ايه صعب جدا ومهين جدا. في ناس كتيرة جدا اخدته بهزار وبطريقة واللي هو يلا وصلنا يلا قلبهم، لكن الحقيقة ان دي كارثة بتحصل. التروسيكل عمره ما كان وسيلة مواصلات امنة او كان وسيلة مواصلات يعني مصممة ان هو ينقل بني ادمين. ده التصميم بتاعه ينقل خرفان، ينقل بضايع، ينقل اي حاجة غير البني ادمين. طبعا في بعض القرى وبعض المحافظات بيستخدموا التروسيكل ده عشان ينقلوا بيه العيال والناس الكبيره. بس انا عايزه اقول لكم ان في كارثه حصلت مرتين في خلال سنه، لما التروسيكل اتقلب بالعيال مرتين في الترعه. مره العيال اللي كانوا رايحين المدرسه، والمره التانية العيال اللي كانوا جايين حبايبي الله يرحمهم من الاراضي الزراعيه، بيحطوهم فوق بعض في التروسيكل. فطبعا بيمشي زي ما انتم شايفين بقى السواقه بتاعته بالاستهتار بتاعه ده، يروح قلب العيال في الترعه. وده فيديو مهين جدا جدا جدا. دي ستات بتخرج بتجري على اكل عيشها وشقيانه وتعبانه، لما بتاع التروسيكل ده يتعامل معاهم ان هم بهايم، انا اسفه في التعبير، ويروح قلبهم كده، ده مش احترام وده مش تقدير، وعيب اللي بيحصل ده. ووسيله المواصلات بتاعه التروسيكل مش امنه. في ناس هتقولي دي ناس غلبانه وبتستخدم حاجه رخيصه. طيب ماشي، ما ممكن ان هم يركبوا ميكروباص مثلا ويوزعوا الاجره وهتبقى امان شويه عن التروسيكل. يا جماعه بصوا قاعدين ازاي، هم اول حاجه بيبقوا قاعدين على حرف التروسيكل. يعني هو لو داس فرامل، لو داس على طوبه، لو داس في اي حاجه غلط، هي هتتقلب على دماغها، ولو ما ماتتش هيبقى عندها اعاقه. طيب هي اصلا بتخرج بتجري على اكل عيشها، لما هي يحصل لها اعاقه او حتى رجليها او ايديها تتكسر، مين اللي هيصرف عليها؟ الفيديو مهين جدا وصعب جدا. يعني في ناس خدته ان هي بهزار وبطريقه، لكن انتوا مش متخيلين حجم الكارثه اللي بيعملها الشيء اللي اسمه تروسيكل ده واللي بيسوقوه. كميه تهور مش طبيعيه. فهو كبير ينقل عليه بضايع، ينقل عليه شويه حيوانات، لكن بني ادمين صعب. احنا ليه في استهتار يعني بالارواح؟ بنستنى المصيبه تحصل وبعد كده نقول ليه حصلت. طيب ليه حصل كده؟ ليه حصل كده؟ عشان احنا بنستهون بجد. ف يعني نفسي يبقى فيه شويه يعني تفتح في الاقاليم والمحافظات والقرى، بقى عندهم انترنت وبقى عندهم تفتح، والعالم كله بقى مفتوح على بعضه. وسيله المواصلات بتاعه التروسيكل مش للبني ادمين، مش للبني ادمين. وعايزه اعتذر لكل الستات اللي راكبه التروسيكل دي وحصل لهم الموقف ده. بجد يعني عيب قوي، اهانه كبيره قوي. دي ستات محترمه فوق راسنا كلنا، خارجه تجري على اكل عيشها وتعبانه وشقيانه، المفروض ان هي تتقدر. لكن يعني انت كراجل تقلب الستات كده؟ يعني انا عاوز اسال سؤال واحد، انت اللي بتسوق التروسيكل، انت لو مراتك او مامتك او اختك او خالتك او عمتك او اي حد يخصك كان راكب معاك التروسيكل، كنت هتقلبه كده؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل.